مع قرب تلقي أوراق دفعة جديدة من الدبلوم التربوي بجامعة الأزهر دفعة 2023-2024، تدور أسئلة كثيرة داخل أدمغة الطلاب، سنحاول الإجابة عليها جميعا في هذا الفيديو إن شاء الله. ما تيجي أقول لك إيه الفرق بين الدبلوم التربوي في جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات؟ يلا بينا يلا بينا. 1. مراكز التأهيل التربوي في أي مكان بالجمهورية هي مجرد موقع نقوم بالدراسة فيه، بينما شهادتك تخرج من كلية تربية بنين أو بنات جامعة الأزهر، وبالتالي فشهادتك مساوية لأي شهادة من أي جامعة تانية. 2. القيمة المادية أو المصروفات السنوية هي أقل في جامعة الأزهر من أي جامعة تانية نظيرة ليها في أي حتة في الجمهورية. 3. الدراسة في جامعة الأزهر ممتدة على مدار العام، يعني حضرتك مش هتمتحن إلا آخر السنة، مفيش امتحانات نصف سنوية زي الجامعات التانية. 4. الحضور والغياب أقل تشددا من غيرها رغم الاهتمام بالحضور، لأن ده أكيد بيساعدك على إنك تفهم الأمر وتفهم المواد أكتر، وتقدر تستفيد جدا من التقديم الجيد من خلال الأساتذة المتميزين، وبالتالي لو حضرتك بتشتغل أو لو حضرتك في جيش فهتكون اختيار جيد جدا بالنسبة لك. 5. التدريب العملي بيكون جوه الجامعة أو جوه موقع الدراسة في الكلية، ما بيكونش زي الكليات التانية في مدارس خارجية. 6. مؤخرا أصبح في مزاوجة ما بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، مع الاهتمام بالمقالية أكتر، أما في الكليات التانية فالامتحانات بتكون موضوعية. 7. لغاية تاريخ نزول الفيديو ده فما فيش الدورة الرقمية اللي موجودة في الجامعات الأخرى. أخيرا، لو حضرتك كنت خريج جامعة حكومية أو أهلية أو يعني مش خريج أزهر، فأنا برشح لك جدا إنك تاخد الدبلوم التربوي من جامعة الأزهر، لأن ده هيكون مزاوجة ما بين الاتنين ويسمح لك بإنك تقدم في الوزارتين. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.